صباح الخير يا جماعة. الساعة دلوقتي 5 الفجر، فيلا بينا نبدأ اليوم مع بعض. اغسل وشي واسناني وهتوضى واصلي وهقوم. هعمل النهارده بقى شاي بلبن. اول حاجه هحط شويه لبن في الكنكه. بحب قوي احط على الجبنه زعتر، بجد بتخلي طعمها تحفه. حلوه قوي. بما ان عندي وقت بقى كتير النهارده فهلون، بجد بقالي كتير قوي ما لونتش. في واحده اصلا ما كملتش تلوينها، انا لونت حبه منها فهبدا ان انا اكملها دلوقتي. بفكر وانا بلون اسمع اي بودكاست، بس مش عارفه صراحه هختار ايه. في بجد حاجات كتيره قوي. هحط بقى الايربودز وهبدا ان انا الون دلوقتي. الساعه دلوقتي يعني 5:30، فيلا بينا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن الذكر إن كنتم لا تعلمون
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى تعالوا نعمل بانكيك. اول حاجه هحط البيضه، بعد كده هحط فانيليا، اقلب، بعد كده هنحط 3 معالق سكر كبار، واحد، استنى، 3، نص كوباية لبن، 4 كوباية زيت، بعد كده كوباية دقيق، بعد كده رشة ملح، حطي معلقة صغيرة بيكنج باودر، نقلب كويس. شكله كده تحفة. حطيته على النار هادية، هستناه يطلع بابلز وبعد كده هشيله. اوكي، شكله تحفة. دي ما استوتش قوي. تحفة. حرق ولا ايه؟ اوكي يا جماعة، ده كده شكلهم. هنحط عسل، إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم شوية قرفة، لسه جايبه الروايه دي جديده، يعني يعتبر قريت اول صفحه بس في كلمات كتيره قوي انا معرفهاش، فعشان كده انا معلمه عليهم. كنت جايبه برضو دي معاها، كانت طالعه فايرال كده فتره، كل الناس بتقول حلوه، فقلت اجيبها، بس هخلص دي الاول وبعد كده هقراها. اصلا كان في يعني زي معرض كده للكتاب فتح كده المده، فقلت اجيب منه شويه كتب. جبت برضو نظريه الفستق دي، انا عارفه ان هي بقالها كتير قوي بس حاساها والله لذيذه، يعني انا قريت منها كميه كويسه. فانا حاليا في دول، ودي سايباها للاخر بصراحه، فهبدا ان انا اقرا من دي ودي شويه دلوقتي. كنت قلتلكوا ان احنا ازاي نتعلم الانجليش في البيت، او حتى نخصص ساعة واحدة بس في اليوم ان احنا نتعلم انجليش. فانا خلاص قريت اللي هي نظرية الفستق، هبدأ دلوقتي ان انا اعمل الساعة بتاعتي بتاعة الانجليش. انا قايله لكم التفاصيل كلها في الفيديو ازاي نتعلم انجليش في البيت وكده، فانا هبدأ برضو ان انا اعمل كده دلوقتي. الساعة دلوقتي يعني 6:45، صحيت متأخر النهاردة شوية، بس يلا بينا. أولئك هم الفاسقون. تعالوا نعمل نسكافيه مع بعض. اول حاجة انا بجد بحب قوي النسكافيه ده بتاع ابو عوف، فهحط معلقة. اوكي يا جماعه، عشان الكاميرا مكانتش بتصور، انا حطيت على النسكافيه العسل ده، هو بحبه البركه، بجد طعمه تحفه، فحطيت معلقه كده. الكنكه بتاعتنا، ونحط اللبن ده. اول مره اجربه برضه، على طول بجيب اللي هو كامل الدسم ده، فقلت ان انا اجرب ده كمان. ماشي، حط بقى دول على النار. عايزه اقول لكم ان انا بجد مكسله اعمل فطار قوي النهارده، بس هعمل بيض ليا ولاخويا. احط شويه فلفل اسود،
انا حاطه كتير قوي. رشه ملح. بقول لكم بجد ان انا بقيت احب حاجتي قوي بزيت زيتون. خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفكم يكونوا لكم أعداء اوكي يا جماعه، هجهز دلوقتي عشان عايزه انزل الجيم. بجد ما كنتش قادره خالص، بس قلت بقى انزل. اول حاجه احط المويسترايزر ده بتاع لكسورا، قلت لكم عليه قبل كده، بجد تحفه. فهحط هنا كده. اوكي، بعد كده بقى هحط السان بلوك ده بتاع لا روش بوزيه. بعد كده بقى هحط الماسكارا بتاعت بيولس، دي جايالي هديه من تركيا، بجد حلوه قوي قوي يا جماعه. في كذا نوع منها بس بجد دي احلى واحده. فانا هحط خفيف شويه يدي بس كده شكل حلو. بعد كده بقى هحط الليب بالم ده بتاع كارمكس اللي بالستروبري، بجد بحبه جدا. وانا كده خلصت، يلا بقى بينا ننزل الجيم. حبيبي حبيبي. امبارح جبت العيش ده فقلت اجربه ان شاء الله يبقى حلو. تقريبا مفهوش زيوت نباتيه فايه يبقى احسن حاجه. نفسي في طعميه فعملتها بس بزيت زيتون عشان بجد الزيوت بقت تتعبني جدا. وعملت كمان مسقعه عشان اكلها معاها. Alright, now press the palms out, keep the shoulders relaxed, inhale in, exhale out. عندي بجد تصوير حاجات كتيرة قوي، يعني انا بصور دلوقتي البنز دي بجد شكلها خطير، فقلت ان انا اصورها برضو. هخلص الفيديو وهرجع لكم. اخيرا بعد 3 ساعات تصوير خلصت الحمد لله. ورايا اصلا فيديوهات كتيرة قوي عايزة اعملها وعايزة اعمل لها ايديت كمان، فهمسك فيديو دلوقتي. يعني انا ورايا واحد كده اللي هو للتيك توك والانستا وكده هعمله، وبعد كده برضو في واحد يوتيوب عايزة لسه اصوره تاني، فحاول انا اخلصهم كلهم دلوقتي.